السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. فلو اول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة، اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليها باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. النهاردة ان شاء الله جاي لكم بفيديو جديد وروتين بسيط كده من مطبخي، اتمنى يا رب ان هو يعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. طبعا في البدايه كده زي ما حضراتكم شايفين انا كنت مظبطه المطبخ بتاعي من بالليل، يعني الحمد لله ما كانش فيه مواعين. والمواعين اللي كنت غسلاها من بالليل بدات ان انا اعيدها في اماكنها كده. يعني في اوقات مثلا بيكون في طبقين ثلاثه كده من مكان ما اكلنا حاجه بعد العشاء، حد شرب حاجه دافيه، بس الحمد لله في اليوم ده كنت مظبطه مطبخي كده قبل ما انام. والبوتاجاز بقى كان عندي برضو تمام وزي الفل كده. كل ما يكون مثلا ايدك في البوتاجاز باستمرار مش هيغلبك في التنظيف كتير. كنت بقى مطلعه كام حاجه كده على الرخامه تبدا ان هي تفك معايا. كان العلبه دي فيها كرومب، هقول لحضراتكم يعني انا هعمله امتى. وكان عندي هنا بقى علبه كده، انا بكون مثلا مقسمه وجبات اللحمه في علب كده زي ما حضراتكم شايفين. العلبه بتكون على قد الوجبه في المره. محشي الكرنب ده بقى ده كان روتين يوم الخميس. بس انا الكرنب ده هعمله الخميس بس هسويه الجمعه ان شاء الله، لان طبعا يوم الجمعه بيكون اجازه وانا ما بحبش اقف في المطبخ يعني كتير. فالحاجه اللي مثلا بعرف اعملها من قبلها بيوم بعملها بحيث انها تسهل عليا. فبدات بقى ان انا اول حاجه كده عملتها بقى في يومي كده. بدات بقى ان انا جبت الفاكهه عندي. انا كنت جايبه يعني صنفين كده من الفاكهه، كنت جايبه برتقال وخوخ. انا في العادي مثلا لما بكون جايبه خضار وفاكهه انا الخضار ما بغسلوش خالص، انا بعينه زي ما هو كده في قلب التلاجة. يعني باخده كده بجيبه من السوق، اخده واحطه في اكياس وابدا ان انا اعينه في قلب التلاجة يعني. دي الطريقه الوحيده اللي مثلا نفع معايا في ان انا احافظ على الخضار بتاعي في التلاجة فتره طويله. انما الفاكهه بصراحه بحب ان انا اغسلها، لان طبعا الفاكهه ما بتقعدش فتره طويله في التلاجة. يعني يا دوبك يكون معاكي اطفال حتى كمان بتبقى ايديهم باستمرار على الفاكهه. فانا بحب ان انا برضو اكون حاطه الفاكهه في التلاجة مغسوله كويس، بحيث ان مثلا بنتي دخلت خدت الكلام ده بتكون مثلا نظيفه. وفي نفس الوقت برضو لو انا اللي بجيب لها يعني باخدها برضو ايه شطفه سريعه كده تحت الحنفيه من مكان مثلا ما كانت مركونه في التلاجة. فانا بدات بقى كنت جايبه برتقان وخوخ، بدات بقى ان انا غسلتهم كده. فبدات بقى ان انا غسلت برضو الخوخ بتاعي كده. وفي الوقت بقى اللي انا كنت بغسل فيه الفاكهه كنت حاطه حله كده على النار تغلي. هنعمل بقى حلو مع بعض النهارده، هقول لكم هو ايه دلوقتي. فعندي هنا بقى الحله كده كنت حاطه فيها 4 كوبايات من الميه. اول ما بداوا يغلوا كده كان عندي لفه قمر الدين من رمضان. بدات بقى ان انا خدتها وقطعتها مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين. المكعبات الصغيره دي بتسهل عليك ان هي تدوب بسرعه في قلب الميه، والميه برضو لما بتبقى سخنه بتسهل عليكي برضو، يعني كل ده بينجز بسرعه. فانا بدات بقى نزلت بلفه قمر الدين كده، وبدات ان انا بقى هفضل ان انا اقلبها لحد ما اتاكد ان كل قطع قمر الدين بدات ان هي تدوب. ما يكونش عندي يعني قمر الدين ما بيحبش ان يكون في مثلا اي قطعه من قمر الدين او اي فتفوته كده، لا حاولي تتاكدي ان كل كميه قمر الدين دابت معاكي. هفضل بقى ان انا اقلب فيها شويه كده، واول ما احس بقى ان قمر الدين بدا ان هو يدوب معايا هبدا ان انا اضيف السكر عندي. انا ضفت عندي 6 معالق من السكر. طبعا بقى السكر ده بيكون على حسب رغبتك انت حابه تقللي تزودي، ده حاجه ترجع لك انت. فانا بدات بقى ان انا ضفت عندي السكر كده، وهبدا بقى ان انا افضل اقلب فيه لحد ما اتاكد ان كل كميه قمر الدين اللي عندي دابت. انا مش عايزه اسيب فيها قطع خالص. كنت عندي بقى في مج خارجي كده كنت مدوبه فيه 4 معالق كبار من النشا. يعني المعلقه ما تكونش مليانه قوي. وبدات بقى ان انا دوبتهم كده، وبعدين نزلت بيهم على قمر الدين. وبدات بقى ان انا قلبت كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. ما شاء الله القوام طلع معايا مظبوط. انا ما بحبوش يكون تقيل قوي، يعني خليه يكون خفيف كده بحيث ان هو يبقى كريمي معاكي برده في نفس الوقت. وانتوا عارفين ان الحاجات اللي بيبقى فيها نشا دي لما بتبرد يعني قوامها بيتقل اكتر. فانا بدات ان انا قلبته كده بقى وطفيت عليه النار. خلاص انا كده وصلت للقوام اللي انا عاوزاه. وهبدا بقى ان انا اضيف عندي كده ظرف من الفانيليا، وهبدا ان انا اقلب الفانيليا كويس بقى مع قمر الدين. كنت مجهزه بقى الاطباق عندي. وهبدا بقى ان انا اخد اغرف في الاطباق. خلاص هنا بقى غرفتهم في الاطباق كده زي ما حضراتكم شايفين، وبدات ان انا زينت الوش بشويه كده من جوز الهند والزبيب كانوا برضو موجودين عندي. بدات بقى ان انا زينت الوش كده، وهسيب بقى الاطباق كده على الرخامه تبدا ان هي تهدى خالص. وبعدين هبدا ان انا ادخلها التلاجة. ما ادخلهاش التلاجة وهي سخنه، انا بسيبها على الرخامه كده مع نفسها ساعتين 3 تبرد براحتها جدا. وبعدين ابدا ان انا ادخلها التلاجة بقى تخرجها وهي ساقعه كده، حاجه ما شاء الله بالف انا وشفا على قلوبكم. طبعا بقى كان عندي هنا في الحوض مش مواعين كتيره. الحله مكان ما عملت قمر الدين، ومثلا مكان ما القطاعه مكان ما قطعت عليها، والسكينه والطبق. فبتكون مواعين بسيطه كده ببدا ان انا اغسلها واحده واحده. انا بحبش ان انا يعني اركم عليها مواعين كتيره. يعني كل ما تلاقي عندك حاجات بسيطه مثلا في الحوض حله طبق ابداي انك تغسليهم بسرعه، بحيث انك بعد ما تخلصي الاكل ما تلاقيش تراكم عليكي مواعين كتير والحوض مليان مواعين كده. فواحده واحده كده ابداي اغسلي المواعين بتاعتك.
وطبعا في اوقات مثلا بنكون عايزين لا نخلص بسرعه ومش فاضيين ان احنا نغسل، فتمام مفيش مشكله. انا برضو اوقات بيجد عليا وقت كده، بس لما بكون مثلا عندي مثلا مساحه في الوقت ان انا ينفع ان انا اغسل مواعين، ببدا ان انا اغسلهم بسرعه، بحيث ان انا ما يتراكمش عليا مواعين كتير واقف فيهم نص ساعه ولا ساعه بعد الغداء ابدا ان انا اغسلهم. لا، بكون مظبطه كل حاجه قبل ما اخرج من المطبخ. مثلا الاكل بيكون بيستوي والحوض بتاعي نضيف، فبعد مثلا ما بناكل بيكون مثلا حله مكان الاكل، طبق مكان ما غرفنا، الكلام ده بتكون حاجات بسيطه. فانا بدات بقى اغسل شويه المواعين دول سريعا كده بحيث انها ما تتراكمش عليا. خلاص بقى غسلت المواعين بتاعي كده وصبنت الحوض بقى ونضفته وخليت الدنيا تمام. هبدا بقى دلوقتي ان انا ابدا ان انا اجهز في الغدا بتاعنا. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض طاجن بسله كده بالبطاطس باللحمه في الفرن. بصراحه حاجه يعني وهم. عايزه اقول لكم انا من ساعه ما جربت الطاجن ده انا ما بقتش اعمل البسله دي طبيخ خالص على البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان في فرق شاسع ما بين البسله مثلا انك تعمليها في حله كده على البوتاجاز او انك تحطيها في الفرن، يعني بصراحه فرق شاسع جدا. فجبت بقى كان عندي هنا الكيس الاولاني اللي قطعته من اللحمه ده كان فيه كام قطعه كده من الدهنه، فببدا ان انا مثلا انا جبت اللحمه بتاعتي ولقيت مثلا قطعه فيها كام حته كده من الدهن، ببدا ان انا اركنهم لما باجي اعمل طاجن بالشكل ده. وبدات بقى ان انا جبت عندي بقى الطبق اللحمه. انا زي ما قلت لحضراتكم لما ببقى مقسمه اللحمه في اطباق كده، الطبق ده على مثلا على عددنا مثلا او على حسب الوجبه اللي بتكفينا في اليوم. فبدات بقى ان انا هقطعه مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين. عايزه مثلا انك تسيبها قطع كبيره تمام مفيش مشكله، بس انا بحب ان انا اعمله قطع صغيره كده. عايزه اقول لكم ان الطاجن ده ما شاء الله حاجه جميله جدا، يعني هتشوفوه احنا اتغدينا وتعشينا منه واتبقى منه كمان، يعني والله مش مبالغه، يعني بيكفي وبكميه بسيطه جدا من اللحمه. يعني مش شرط الكميه اللي انا عاملاها دي، لا بكميه بسيطه جدا من اللحمه ممكن انك تعمليها، بس انا كنت مظبطه على اساس ان هو هيكفينا يومين، وما شاء الله والله اتغدينا وتعشينا منه. يعني عايزه اقول لكم ان احنا اتعشينا منه كده، غمسنا بعيش وبقى شويه كمان كنا جبناهم كده جنب المحشي في تاني يوم. فبدات بقى ان انا قطعت اللحمه مكعبات كده زي ما حضراتكم شايفين، وهبدا بقى ان انا اغسلها كويس كده تحت الميه لان ما كنتش غسلتها قبل ما اقطعها. وخلاص بقى غسلت اللحمه بتاعتي كده، وهبدا بقى اجي على البوتاجاز كده. هنجيب حله، انا مش هحط اي ماده دهنيه، انا زي ما قلت لحضراتكم ان اللحمه بتاعتي فيها كميه من الدهن، فانا حطيت الحله يا دوبك سخنت كويس جدا، خلي الحله تسخن كويس. وبعدين جبت الكام قطعه كده اللي فيهم الدهنه احطهم هما في الاول بحيث انهم يبداوا ينزلوا الماده الدهنيه اللي فيهم عشان ما اضيفش زيت او مثلا او سمنه، انا بستكفى بس بالدهون بتاعه اللحمه. فانا بدات نزلت بيهم كده هم اول حاجه، وهبدا بقى ان انا اقلبهم كده كل شويه من وقت للتاني لحد بقى ما الاقي ان الحله بتاعتي بدا يبقى فيها ماده دهنيه. هبدا بقى ان انا انزل بباقي كميه اللحمه اللي عندي. خلاص بقى هنا هما كده كانوا يعني اتشوحوا معايا او اتشمعوا معايا وبداوا ينزلوا الماده الدهنيه اللي فيهم. هبدا بقى ان انا اجيب كميه اللحمه اللي عندي كده، هبدا ان انا انزل بيها كلها واسيبها بقى ان هي تبدا تاخد صدمه كده من ناحيه. يعني انت لو عندك حله اكبر من دي تقدري مثلا انك تفرشي اللحمه كده في ارضيتها، ما تكونش مثلا فوق بعضها زي ما انا عملت كده، تمام هيكون افضل. فانا بدات ان انا ضفت كل كميه اللحمه اللي عندي كده واسيبها بس تاخد صدمه، وبعدين هبدا ان انا اقلبها يعني على الناحيه التانية. فهنا بقى سبتها لحد ما خدت صدمه كده من تحت، وهبدا بقى ان انا اقلبها كل شويه بقى تقلبيها من وقت للتاني كده لحد بقى ما تبدا ان هي تلاقيها اتشمعت معاكي. ولو مثلا نزلت ميه اي حاجه تشرب كل كميه الميه اللي هي نزلتها. فانا بدات بقى كل شويه كده اغطيها واقلبها من وقت للتاني لحد ما اتاكد بقى خلاص ان هي كده اتشمعت معايا ومش محتاجه مثلا محتاجه بقى انك تضيفي لها ميه. فقبل ما اضيف لها الميه هبدا ان انا اضيف التوابل اللي عندي. انا ضفت عندي نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه من بهارات اللحمه، وهبدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. وهضيف عليها ميه بقى، ميه عاديه جدا من الحنفيه مش مسخنه ميه. بس طبعا هنخلي بقى انا اللحمه عندي هنا كانت هتاخد وقت في السوى، فانا خليت الميه مغطيه اللحمه يعني مغطيها حلو كده بحيث انها تشرب كميه الميه اللي تشربها والباقي هسويها عليه عادي. وبدات بقى ان انا نقلتها كده على عين هاديه، وهبدا بقى ان انا اجهز معاكم تسبيكه المحشي بقى للكرنب. فجبت عندي بصلايه كده قطعتها مكعبات او بطريقه عشوائيه او عايزه تفرميها في الكب تمام. وبدات بقى ان انا قلبت البصلايه كده، هفضل اقلب فيها بقى لحد ما البصلايه تبدا تدبل عندي وتاخد لون بسيط كده. وخلاص البصلايه هنا بقى كانت دبلت معايا كده، بدات بقى انا نزلت بالصلصه. دي صلصه انا ببقى مفرزاها في البيت، انا عايزه اقول لكم ان انا ما بشتريش الصلصه الجاهزه من بره دي خالص. فبدات بقى ان انا ضفت عندي الصلصه كده، وهبدا ان انا اقلبهم مع بعض شويه واسيب الصلصه تتسبك. وبعدين هضيف عليها التوابل اللي عندي. انا بضيف على تسبيكه المحشي ملح وكمون وكزبره ورشه كده من السكر طبعا عشان حموضه الصلصه، ما بضيفش اي توابل تانية. بدات بقى ان انا قلبت كل الكلام ده مع بعضه كويس، وطبعا بقى كنت غاسله الرز. بس اضيف عندي هنا حوالي مكعب كده من الثوم المفروم، انا ببقى مفرزاه. هبدا بقى ان انا اقلب الثوم كده يا دوبك بس ريحه الثوم تطلع، هبدا ان انا انزل بكميه الرز اللي عندي. طبعا الرز بقى انا كنت غسلاه كويس.
وهنا بقى كنت بشيل كده شويه كده من التسبيكه، حسيت ان هي مثلا هتكون كتيره، فحبيت ان انا شلت شويه اركنهم مثلا لمره تانية اكون بعمل فيهم محشي ما بيجرالهاش اي حاجه. وبدات بقى ان انا نزلت بكميه الرز اللي عندي. ما كترتش لان كان عندي شويه يعني شويه رز كده بالتسبيكه من محشي قبل كده، فهبدا برضو ان انا اضيفهم عليها. بس هاخد الرز ده الاول كده تشويح على النار، انا بحب اخد الرز بتاع المحشي كده تشويحه كده على النار، يبدا ان هو يتشمع شويه. وهبدا بقى ان انا انزل بالشويه اللي كانوا موجودين عندي في الفريزر قبل كده، كنت طلعتهم يفكهم، فبدات بقى ان انا نزلت عليهم كده. وطبعا بقى الخضره عندي انا مفرزاها برضو فجاهزه عندي. هبدا بقى ان انا اقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد بقى ما الرز ياخد له تشميعه كده ويبدا ان هو يخرش في قلب الحله. انا بصراحه بحب الحركه دي في المحشي جدا. هبدا بقى ان انا بعد ما يتشوح كده هبدا بقى ان انا اطفي عليه النار. واضيف بقى الخضره، انا بضيف الخضره بعد ما بطفي النار، يعني مبحبش اضيف الخضره وهو على النار. بدات بقى ان انا ضفت عندي الخضره متفرزه كده، هبدا بقى ان انا انزل بيها وبعدين هقلبها، هتفك معاكي بسرعه جدا، يعني شايفين ما شاء الله هي اول بس ما بتشم السخونيه كده بتلاقيها فكت على طول. فانا هبدا اقلب بقى كل الكلام ده وهسيب التسبيكه دي ان هي تبدا تهدى شويه، بحيث ان انا محشاش في قلب الكرنب وهي سخنه كده كده. انا هركنها تاني يوم زي ما قلت لحضراتكم، فحابه ان هي تكون بارده شويه. خلاص هنا بقى خلصت التسبيكه كده وكانت جاهزه معايا والدنيا تمام. كنت حاطه بقى على العين التانية حله ميه كده تغلي. انا طلعت الكرنب بقى يا دوبك كان لسه يعني في لسه متجمد ما فكش قوي، وبدات بقى ان انا نزلت بيه كده على ميه سخنه. هبدا ان انا اخده تقليبتين 3 كده في قلب الميه السخنه دي. انا يعني حطيته كده ورحت جايه مغطيه عليه وسبته كل شويه من وقت للتاني كده كنت بقلبه. وبعدين خرجته وسبته ان هو يهدى، يعني سبته برضو يصفى ميته كده ويبرد خالص، بحيث ان انا لما احشي ما يكونش فيه اي كميه ميه تبدا ان هي تبوش له الرز بتاعي. فانا غطيته بقى كده ومن وقت للتاني كنت بقلبه، وبعدين هخرجه بقى ما شاء الله يطلع معاكي جميل وزبده، يعني حاجه بصراحه جميله جدا. فبدات بقى ان انا خلاص بقى ظبطت المحشي بتاعي كده وحشيته، هبدا بقى ان انا اغطيه وعينه في التلاجة كده بقى يكون جاهز لبكره اخرجه واسويه يكون ما شاء الله جميل جدا. وفي نفس الوقت برضو هكون سهلت على نفسي وقفة المطبخ، بحيث ان انا ما اقفش بقى اقعد احشي محشي واعمل كذا حاجة، لا خلاص هيكون اليوم بتاعي كده رايق وهادي. هنا بقى كنت هوريكم بقى اللحمة بتاعتي وهي بتغلي ما شاء الله يعني حلوة جدا. انا بقى ما بضيفلهاش ملح، انا بضيف الملح لما ابدا اجي اضيف الخضار بتاعي، انا بسيبها تستوي كده من غير ملح يعني بيكون افضل. وكنت بقى كالعادة طبعا بقى كان ظبطت بقى اي حلة كده ولا اي طبق اي علبة خرجت معايا بعد ما حشيت الكرنب، وكنت بقى سايبه المواعين تتصفى، وطبعا بقى اللحمه بتستوي كده عندي. طبعا بقى انا كنت مجهزه الحاجه دي من بدري، فدخلت بقى كده وفضلت قاعده وسبت بقى اللحمه تستوي مع نفسها براحتها لحد ما تاخد بقى وقتها كده في السوا. كانت اللحمه بتاعتي بقى استوت وكنت بقى طفيت عليها لان بصراحه كنت بادئه فيها من بدري. فانا هوريكم بقى ان هي كانت يعني مطفي عليها، شايفه الماده الدهنيه اللي على الوش دي، يعني دي من مكان الدهون. عايزه اقول لكم يعني امال بقى لو كنت ضفت زيت كمان ولا اي حاجه. فانا بقى هبدا ان انا في الوقت ده خلاص بقى كان قرب ميعاد الغدا، فبدات بقى ان انا حطيتها على النار كده تبدا ان هي تغلى تاني والماده الدهنيه اللي فيها دي تفك. وبدات بقى ان انا ضفت الملح عندي، ضفت حوالي يعني معلقتين صغيرين كده من الملح. وبدات بقى ان انا كملت عندي ميه تاني لان حسيت ان هي تحتاج ميه. وضفت عندي برضو كام معلقه كده من الصلصه، حوالي معلقتين او 3 من الصلصه. وبدات بقى ان انا قلبت كده لحد ما الاقي مثلا ان ده اللون اللي انا عايزاه، مش هضيف صلصه تاني. حسيت مثلا ان لا محتاجه تاني هضيف. فانا بدأ لقيت ان كده اللون بتاعها تمام، هبدا بقى ان انا اغطي عليها كده واسيبها ان هي تستوي. طبعا بقى ما ننساش رشه السكر عشان الصلصه. وبدات بقى ان انا سبتها تغلى مع نفسها كويس كده. وكان عندي بقى هنا دي بسله وجزر انا بكون مفرزاهم، بخرجهم هم مجمدين كده زي ما حضراتكم عارفين، وابدا ان انا انزل فيهم بالشوربه على طول هم سخنين. كنت برضو في نفس الوقت مقطعه كام حبايه كده من البطاطس، مقطعاهم مكعبات صغيره جدا. هسيب بس البسله كده تاخد يا دوبك غلوه، وبعدين هبدا ان انا انزل بالبطاطس بتاعتي. شايفين ما شاء الله البسله اول ما فكت بدات بقى ان انا نزلت بالبطاطس كده مقطعاها مكعبات متناسبه كده مع حجم البسله، وهبدا ان انا اقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس لحد ما يبدا ان هو يغلوا، يعني اسيبهم يغلوا غلوه زي الفل كده على النار. وكنت بقى حاطه في البراد اللي هناك ده كنت حاطه بقى ميه تغلي كده عشان اعمل شويه رز بشعريه. طبعا بقى كنت مسخنه الطاجن، يعني انا كنت حاطه مثلا البسله تاخد غلوه على النار، كنت بقى مشغله الفرن على درجه حراره عاليه، وكنت حاطه الطاجن ده في قلبها، يعني الطاجن ده سخن جدا خد من سخونيه الفرن كده. وهبدا بقى ان انا انزل بالبسله اللي عندي او الخضار اللي عندي هنا كده باللحمه في قلب الطاجن. طبعا بقى ظبطت الملح وظبطت كل حاجه فيه، وبدات بقى ان انا هضيفه كده، وبعدين هبدا ان انا ادخله الفرن.
الفرن هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين انا حطيته على الصاج على طول على درجه حراره عاليه من تحت، وطبعا الشوايه شغاله هي كمان لحد ما يبدا ان هو يغلى كويس جدا. هبدا بقى ان انا اهدي عليه النار، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده هو بدا يغلي معايا. هبدا بقى ان انا اهدي عليه النار واسيب بقى البسله والبطاطس تستوي. طبعا اللحمه هي مستويه معانا، هي يا دوبك بس هتاخد من طعم الخضار كده اللي هو بيطيب معاها. هنا بقى كنت بوريكم ان المطبخ بتاعي برضو غسلت اي طبق اي حاجه والدنيا تمام معايا. كنت هنا بقى كنت عملت شويه رز بشعريه كده بس ما صورتهمش، يعني سايباهم بقى كده. كان عندي هنا الرز بيتشرب، انا هوريه لحضراتكم دلوقتي. ما شاء الله كان حلو جدا، فانا كنت بقى سايباه يتشرب كده مع نفسه. وكان الطاجن برضو في قلب الفرن، يعني يعتبر خلاص كان قرب يدخل في مرحله السوا. وكان البوتاجاز عندي تمام، كنت غسلته برضو والرخامات وكل حاجه نظيفه عندي. فبعد الغدا ان شاء الله هيكون مثلا الحله مكان الرز، الطاجن مكان مثلا مكان معمول فيه الخضار وكده، الطبقين مكان مغرفنا، فتكون حاجات بسيطه جدا مش هنقف في المطبخ كتير. والطاجن بتاعي كان هنا بقى ما شاء الله في الفرن بيستوي، يعني عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا. خلاص بقى سوينا الاكل بتاعنا كده وظبطنا، بدات بقى ان انا غرفت الاكل بتاعي. انا بقدم الطاجن زي ما هو كده، شايفين ما شاء الله الطاجن شكله عامل ازاي، يعني بصراحه تحفه، طعمه جميل جدا. ويا سلام بقى لما تقعدي تغمسي بعيش كده، عايزه اقول لكم ان احنا اتعشينا بيه، يعني اتغدينا وتعشينا وفضل منه لتاني يوم، يعني بصراحه جميل جدا. وفي بقى صوص من تحت كده برضو مديله طراوه، يعني ما شاء الله حلو جدا، واللحمه مستويه ودايبه. يعني عايزه اقول لكم انكم لو جربتوا الطاجن ده مش هتعملوا البسله تاني على البوتاجاز، بصراحه حاجه جميله جدا. وعملته بقى جنبه كده طبقين رز بشعريه، وده كان غدانا في اليوم ده، الحمد لله فضل ونعمه. ربنا يديم علينا النعمه دايما يا رب ويحفظها من الزوال. وطبعا بقى زي ما وريت لحضراتكم ان انا كان المطبخ عندي نظيف والبوتاجاز نظيف وما كانش عندي اطباق خالص، فيدوبك هيكون الطبقين دول اللي موروثين فيهم الرز. والطاجن ده ما غسلتوش، يعني فضل فيه شويه كده لحد العشاء، ففضلت بقى يعني يدوبك بعد الغداء غسلت الطبقين بس مكان الرز كده، والمعلقتين واي حاجه كلنا بيهم. فلحد هنا بقى يكون خلص الفيديو بتاعي النهارده وخلصت وصفتي معاكم. اتمنى يا رب ان الروتين يكون عجبكم واستفدتوا منه لو بشيء بسيط. طبعا لو استفدتوا منه ما تبخلوش عليها باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وروتين جديد ووصفات جديدة، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.